السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو انت اول مره بتشوف المنهوه ديت فانصحك تروح تشوف الجزء الاول من حكايه جانج. رابط الجزء الاول هتلاقيه في الوصف او في علامه الاي اللي هتظهر لك فوق على الشمال. وبس اسيبك مع فلاش باك قصير مشاهده ممتعه. والفن الشيطاني ده غير مسموح بيه بالطائفه. المهم جانج بعد ما سمع كل الكلام ده كده وسمع ان التقنيات محرمه بيقول للمعلم علمني التقنيات الشيطانيه بتاعتك. ده خلى المعلم يتعصب وبيقول له انت عبيط يا ابني، مش لسه قايل لك ان التقنيات دي محرمه وما ينفعش وهتدمر جسمك وهتنهي حياتك. ومش كده وبس، ده الفنون ديت هتخلي عمرك ينقص. فبيفضل يفكر وبيقول مع نفسه ان المعلم سونج والمعلم لي والمعلم تيان مش عايزين يعلموه الفنون الشيطانيه بتاعتهم. يبقى كده ما فضلش غير المعلم الرابع اللي بيقولوا عليه انه مجنون ويمشي، لانه بيعرف جانج ان هو من الواضح كده جاي هنا علشان يطبل. بس جانج بيلحقه بسرعه قبل ما يغادر المكان. وبالفعل بيكمل جانج تطبيل للمعلم الرابع ويعرفه ان هو حكيم جدا وبيتمنى انه يكون تلميذ وعايز يتعلم منه شويه حاجات، علشان كده بيطلب منه ان هو يكون تلميذ. وهنا المعلم الرابع بيقتنع بكلام جانج وبيقول له انت شكلك طفل فهمان، يعني انت من النهارده تلميذي. فهنا جانج بيتاكد ان التطبيل يخلي المجانين يحبوه، ان كل اللي المفروض يعمله دلوقتي هيحاول يخدع المعلم الرابع علشان يديله التقنيات الشيطانيه بتاعتهم. وبعد ما بيتكلم جانج مع المعلم الرابع بيسأله لو كان ينفع يعلمه الفنون الشيطانية بتاعته والتقنيات المحرمة بتاعت المعلمين الأربعة. بيقوم المعلم الرابع مشاور له كده ناحية البحيرة وبيقول لجانج ينزل فيها، بس جانج بيشاور له على اللوحة اللي مكتوب عليها ممنوع النزول والسباحة في المكان ده علشان المية ديت خطيرة. بيقوم المعلم الرابع معرفه ان ديت مش بحيرة عادية وان ديت بحيرة سحرية شيطانية بتخلي الناس اللي بيستعملوا التقنيات الشيطانية قوتهم تزيد بنسبة كبيرة جدا. وبيعرف جانج ان هو لو نزل فيها فقوته هتزيد. بس برضه جانج كان متوتر من كلامه ده وهو حاسس ان المعلم الرابع بيقول كلام ملوش لازمه، لحد ما المعلم الرابع بيقاطع تفكيره وبيقول له في وشه انت لو ما نزلتش البحيره ديت وزودت قوتك هتفضل طول حياتك ضعيف وملكش اي لازمه. وده خلى جانج ينصدم من كلامه وهو حاسس كده ان المعلم الرابع بيرد على افكاره. بس برضه المعلم الرابع بيكمل كلامه وبيقول لجانج المقوله الشهيره عند كل اب، انتوا جيل فاشل وملكوش لازمه، انت مخرتك تخش كلية البهايم تمسك عيز. وان هو لما كان عيل صغير كان بيقطع البحار والانهار علشان يروح المدرسه بتاعته وكان بيحارب النمور والاسود علشان يعدي الطريق. وبعد ما المعلم الرابع بيمشي بيقف جانج شويه كده قدام البحيره وفي النهايه بيقرر انه ينزل فيها. بيجرب ان هو ينزل رجليه في الميه الاول كده وهو عمال بيقول ان اكيد البحر ده هيسبب له اضرار في جسمه وهينقص من عمره، بس ما بيهتمش علشان النظام بيخليه يعيش اكتر كل ثانيه. اول ما بينزلها بيحس ان جسمه عمال بيتضرر وكانه حاسس ان في حد بيجلده، بس في نفس الوقت قوته عماله بتزيد بشكل غير طبيعي. وكده كده عادي النظام عمال بيشفيه برضه. وبنلاقي بعد كده محاربين شيطانيين عمالين بيطيروا في الجو وبينهم كده بيدوروا على حاجه، وفي النهايه بيقف الاتنين دول على السطح وبيسال واحد فيهم التاني هو ده المكان اللي هم المفروض يجوا فيه. بيقوم صاحبه مأكد على كلامه وبيعرفوا ان ديت تبقى مستشفى المعاقين اللي استخدموا اقوى الفنون المحرمه الشيطانيه في العالم، بس دلوقتي ما عادش ليهم اي لازمه. فبيقوم ابو شعر ابيض معرف صاحبه ان هم جايين هنا علشان يسرقوا التقنيات الشيطانيه بتاعتهم، ومن الاحسن ان هم يسرقوها بسرعه قبل ما الطائفه ديت تاخد بالها. بس فجاه هما الاتنين بياخدوا بالهم من جانج وهو عمال بيتدرب في البحيره. بيقوم المقاتل الاول قايل لصاحبه ان هو عنده فكره، هما من الاحسن يروحوا يمسكوا جانج ويخلوه يعترف عن مكان الفنون المحرمه الشيطانيه. لا وكمان لما بيقربوا من جانج كده بيعتقدوا ان هو شخص عبيط وضعيف جدا، لانهم رغم انه قربوا من جانج جدا الا ان جانج لحد دلوقتي ما خدش باله منهم. وفجاه بيجي واحد من المقاتلين الشيطانيين على جانج علشان يمسكه. بالفعل بيمسك جانج من ايده وبيعرف جانج ان هو ما يفتحش بقه خالص وما يطلبش المساعده والا هيخلص عليه. وبيبدا ان هو يحاول يشد جانج علشان يخرجه من البحيره. فبيقوم جانج رامي عليه شويه من ميه البحر الشيطانيه، واول ما الميه بتيجي على وش المحارب الشيطاني بيبدا ان هو يضحك ويتريق على جانج وبيقول لجانج انت بترش ميه على وش واحد جاي يخطفك يا متخلف. وهنا بنعرف مين المتخلف الحقيقي لما بنلاقي وش المحارب ده بدا يسيح بسبب الميه الشيطانيه. فبيبدا يصرخ المحارب الشيطاني من الالم وبيستنتج ان البحيره ديت بحيره ملعونه. بس جانج ما بيسيبوش يكمل تفكيره ده وبيروح يمسك رجل المحارب الشيطاني علشان يغرقه في البحيره. وهنا كان المحارب الشيطاني يا عيني بيحاول يهرب من جانج بس خلاص كان وقته انتهى في العالم ده. وبنلاقيه بيبدا يتحول لهيكل عظم وهو عمال بيطلب المساعده من صاحبه، بس جانج بيقوم ماسكه كده وضارب دماغه في اعماق البحيره وبيخلص عليه. انت في حين ما كان المحارب الشيطاني التاني متفاجئ من اللي هو شايفه وهو مستغرب ايه البحيره ديت لانه اول مره يشوف بحيره زي دي في حياته كلها. وبعد ما بيخلص جانج على صاحبه بيروح يتريق على المحارب التاني وهو بيساله ليه ما جاش ينقذ صاحبه. وبيقوم مطلع المحارب الشيطاني اللي بقى عامل زي الهيكل العظمي. وهنا المحارب ده كان عمال يطلب المساعده من صاحبه وبيقول له ان هو ينقذه بسرعه قبل ما يموت.
هيموت، بس بيقوم جانج مدخل دماغه في البحيره علشان يرتاح منه ويخلص عليه، وده عصب المحارب الشيطاني التاني وبيروح يهجم على جانج، وهو بيقول لجانج لو اتجرأ انه يخلص على صاحبه هيخلص هو عليه. المهم بتكون الهجمه اللي وجهها لجانج قويه جدا لدرجه ان هي خلته ينزل لاعماق البحيره. وبالنسبه للمحارب الشيطاني بقى فكان عمال بيقول في نفسه ان هو طالما ما لمسش الميه فهو في امان، وكده كده هو اقوى من جانج فاكيد هيهزمه. المهم بالنسبه لجانج كان عمال بيفكر مع نفسه وبيقول ان هو لو ما كانش قاعد الفتره ديت جوه البحيره وقوته زادت ما كانش اتحمل الضربه دي. بعد كده المحارب الشيطاني بيرجع يهجم على جانج مره تانية، بس بنلاقي جانج غطس في البحيره علشان ما تجيش فيه الضربه دي، فبيرجع المحارب الشيطاني ده يطير وبيقول لجانج ان هو يفضل مستنيه هنا لحد ما يخرج من الميه، لان اكيد يعني مش هيفضل حابس انفاسه طول حياته. وهنا جانج كان عمال بيبتسم لانه كان تحت المحارب مباشره، وفجاه بيطلع وبيرش عليه شويه من الميه الشيطانيه، فبيحاول المحارب ان هو يتفادى الميه ديت بس بتيجي شويه على ايده، علشان كده بيتجه المحارب الشيطاني ناحيه الارض علشان ما يحصلوش حاجه تاني. بس لما بيبص على ايده بيلاقي ان هي اتحرقت، فبيصرخ على جانج وبيتحداه لو كان راجل يخرج ويواجهه. فبيقوم جانج قايل له يا عم انا مش راجل، ولو انت اللي راجل انزل وواجهني في الميه. بس فجاه بنلاقي المحارب ده مسك ايد جانج بالخطاف وبيحاول يخرجه بره الميه، فبيقف جانج وبيحاول ان هو يشد الحبل علشان ما يروحش للمحارب، بس بيقوم المحارب الشيطاني مجمع قوته وبيطير جانج بره البحيره حرفيا. والمحارب الشيطاني بيعرف جانج ان هو شخص ضعيف جدا وما يستحقش حتى ان هو يواجهه. وهنا جانج كان واقف على اطراف البحيره وهو عمال بيقول في نفسه ان هو حتى بعد ما زادت قوته ان لسه ضعيف في مواجهه المحارب ده، وان لسه المحارب الشيطاني متفوق عليه جدا من ناحيه القوه. وبيقول المحارب لجانج انه اول لما يطلعه بره البحيره هيحوله لعجين ويعمل منه بيتزا ايطاليه وعليها جبنه موتزاريلا بتسيح كده اول ما بتتحط في البق، وكمان بيكون عليها طماطم ولحمه مبشوره وريحتها اجمل من ريحه الاندومي. انا بصراحه جعان وعايز اتعشى. المهم جانج كان عمال بيقول في نفسه ان قوته زادت لما قعد في البحيره، طب ايه اللي هيحصل لو شرب الميه دي؟ وبيقوم فعلا غطس تاني في البحيره وبيبدا يشرب من ميتها. فبيستغرب المحارب الشيطاني وبيقول في نفسه هو الطفل ده بيعمل ايه مره تانية تحت الميه؟ وبيطلع جانج اخيرا من البحيره، بس بيكون عمال بيتالم جدا بسبب ان عمره نقص بشكل كبير، وبيقول ان هو حاسس بعد ما بلع الميه ان جسمه كانه بيتاكل من جوه وبيسيح، بس بيقرر ان هو علشان يكون اقوى لازم يشرب ميه اكتر، وبيكمل فعلا شرب في الميه وقوته عماله بتزداد بشكل رهيب. بس المحارب كان خارج الميه مستغرب وبيقول ان جانج مجنون ولا ايه علشان يفضل تحت الميه كل ده. وفي النهايه لما بيزهق من انتظار جانج بيشده بالخطاف كده علشان يخرجه بره البحيره. وبعد ما بيخرج جانج على اطراف البحيره الشيطانيه بيعرفوا المحارب الشيطاني ان هو هيخلص عليه حالا دلوقتي، انت امن لصاحبه اللي مات، ويقوم موجه الضربه ديت ناحيه جانج، بس جانج بيقدر يصدها لان قوته زادت جدا. فبيستغرب المحارب من اللي هو شايفه ده وبيقول ان جانج كان ضعيف جدا دلوقتي، وبيسال جانج هو ازاي بقى بنفس قوته تقريبا، لكن جانج ما بيردش عليه وبيفضل يجمع في قوته. وده خلى المقاتل الشيطاني مصدوم ان الطاقه الذهبيه النقيه ديت مش اي حد بيستخدمها. ولما بيمعن النظر اكتر لجانج بيقول ازاي شخص بالمهارات الاسطوريه ديت ما يتسمعش عنه قبل كده، وبس عشان ما يسيبش فرصه لجانج بيروح يهجم عليه بسرعه قبل ما يجمع قوته. بس هنا جانج كان لحق يشوفه وبيجهز الضربه بتاعته اللي بيوجهها ناحيه المقاتل الشيطاني بكل سرعه، ومن قوه الضربه ديت المقاتل الشيطاني ما استحملهاش فبيغمى عليه وبيموت. المهم بننتقل احنا بعد كده للمعلمين الاربعه وهم عمالين بيجهزوا الغدا، وفي اثناء ما هم بيجهزوا الاكل كده بيسالهم المعلم تيان هو فين جانج. بيقوم المعلم ليه معرفه ان هو برضه ما شافوش النهارده، وغريبه كده مش عن عوايده ان هو يتاخر عن الغدا. حتى المعلم سونج بياكد على كلامهم وبيقول ان هو برضه ما شافوش النهارده. وقبل ما المعلم الرابع يبدا ياكل المعلم تيان بيشد منه الاكل وبيعرفه ان هم مش هياكلوا غير لما يلاقوا جانج. بيقوم المعلم الرابع معرفهم ان هو شاف جانج النهارده بيتدرب في البحيره اللي في الحديقه بتاعتهم. ولما المعلم تيان بيعرف اخيرا جانج فين بيطمن، بس بعد كده بيستوعبوا كلهم ان جانج بيسبح دلوقتي في البحيره الملعونه بحيره الطاقه الشيطانيه. والمعلم سونج وليه بيقولوا ان مش اي حد يستحمل الطاقه اللي في البحيره الشيطانيه دي، وان لو تيان فعلا نزل البحيره ديت زمانه ميت دلوقتي، فعلشان كده بيتجهوا بسرعه كلهم ناحيه البحيره. والمعلم تيان كان متضايق جدا ومتعصب لانه ساب تلميذه كده وما اهتمش فيه لحد ما مات. وبعد كده بيشوفوا جثه شخص مرميه بعيد، ودي تبقى جثه المقاتل الشيطاني. المهم لما بيقربوا من جثه المقاتل الشيطاني بيعتقدوه في البدايه ان هو جانج، بس لما المعلم تيان بيقرب منه كده وبيفضل ينده عليه بيلاقوا ان ده في النهايه مقاتل من الطائفه الشيطانيه، وان اكيد الشخص ده خطف جانج. لكن فجاه بيخرج جانج من البحيره، في اثناء صدمتهم بينادي عليهم جانج وبيقول لهم ان هو هنا عمال بيتدرب في البحيره وهو عمال بيبتسم. ده خلى المعلم سونج وليه مصدومين لما بيشوفوا ان جانج قاعد في البحيره وما بيحصلوش حاجه. وبيروح المعلم ليه كده وهو عمال بيسال جانج هو ازاي في البحيره دي وبيعمل ايه فيها اصلا. بيقوم جانج معرفهم ان المعلم الرابع قال له ان هو لو فضل في البحيره ديت لفتره من الوقت هتزيد قوته، وبالفعل البحيره زادت قوته بشكل كبير جدا. فبيسال
بيساله المعلم تيان لو ما كانش حاسس بالالم الشيطاني اللي بيخرج من البحيره. بيقوم جانج معرفه ان هو في البدايه كان حاسس ان جسمه بيسيح لما بينزل في الميه دي، بس بعد كده اتعود على الموضوع وكمان بقى بيشرب منها، وده خلى المعلم ليه يتوتر وبيساله ازاي شرب من ميه البحيره وما ماتش لحد دلوقتي. والمعلم تيان بيساله ايه اللي جاب الشخص ده من الطائفه الشيطانيه هنا. بيقوم جانج وهو طالع من البحيره كده معرفهم ان هو كان بيتسلل هنا وحاول ان هو يخطف كانج، بس كانج خلص عليه، وده اللي عصب المعلم سونج وهو بيقول لجانج يبطل يتباهى لان مستحيل جانج يقدر يهزم مقاتل شيطاني وهو مش بيقدر يتدرب ويزيد قوته. والمعلم ليه بيأكد على كلامه وبيعرف جانج انك انت تهزم مقاتل شيطاني مش موضوع سهل خالص. وهنا جانج بيبدأ يقسم لهم ان هو فعلا اللي خلص على المقاتل الشيطاني، فده خلى المعلم ليه بيقول له لو انت بجد اللي هزمت المقاتل الشيطاني تعالى كده واديني ضربه علشان اتاكد اذا كنت انت اللي هزمته ولا لا. بس جانج بيعرفه ان ديت فكره مش كويسه لانه مش عايز يأذي المعلم بتاعه. فهنا بيبدأ المعلم سونج يتباهى وبيقول له رغم ان انا عندي ايد واحده بس ما تستهينش بيا، انا كنت من اقوى 4 مقاتلين في القاره دي وعندي دفاع قوي جدا لحد دلوقتي، اي نعم فقدت قوتي بس لسه قوي. فعلى طول بيروح جانج كده بكل سرعه يوجه له ضربه، من قوه الضربه ديت بتلزق المعلم سونج في الجدار، ومش كده وبس ده الجدار كمان بيتحطم. وده خلى المعلم تيان وليه مصدومين من قوه جانج اللي زادت بشكل رهيب. وبعد ما المعلم سونج بيستعيد وعيه كده بيسال جانج هو ايه اللي حصل. بيوم جانج معرفهم ان فعلا قوته زادت وقدر يهزم المقاتل الشيطان بنفس الضربه اللي ضرب بها المعلم سونج. فبيروح المعلم سونج كده وبيسال المعلم تيان عن رايه. بيقوم المعلم تيان قايل ان اكيد جانج بيتمتع بميزات ما يعرفوهاش، واكيد جسمه ده غير طبيعي لانه لما كان واجه تشاو وتشاو وجه له عده هجمات المفروض تموته كان كل شويه جانج بيقف ولا كانه حصل له اي حاجه، فده معناه ان جانج بيتمتع بلياقه بدنيه او جسم اسطوري. وهنا المعلم ليه بيستنتج ان جسم منيع ضد كل السموم وبيتعافى بسرعه، فهل ده معناه ان ده الجسم الاسطوري الذهبي؟ فهنا بيتوتر جانج لانهم تقريبا كده اكتشفوا مهاراته وعلشان كده بيبدا يعمل نفسه مش فاهم اي حاجه. والمعلم تيان بيكمل كلامه وبيعرف جانج ان الجسد الذهبي الاسطوري من مميزاته انك انت هتفضل قوي لو فضلت تتدرب، بس من عيوبه انك انت لو فكرت تتجوز قوتك دي هتختفي وما عادش هيكون لها لازمه، هيكون الجسد الاسطوري الذهبي بتاعك ده زي اي جسم شخص عادي. علشان كده جانج بينتهز الفرصه ديت وبيسالهم بقى لو كان ينفع يدربوه، وهو عمال بيقول في نفسه ان هم لو فاكرين دلوقتي انه بيمتلك الجسد الاسطوري فاكيد هيعلموه التقنيات الشيطانيه المحرمه بتاعتهم. بيوم المعلم تيان قايل له بما انك يا معلم شربت من ميه البحيره واتدربت فيها فكده تقريبا مفيش خطر على حياتك لو استخدمت التقنيات الشيطانيه المحرمه، لكن مش هنعلمك التقنيات القويه، انت هتتعلم التقنيات بالتدريج يعني من الضعيف للقوي. والمعلم سونج بيعرف كانج ان الطائفه بتاعتهم ديت مش بس بتكرههم، لا وكمان الطائفه الشيطانيه بتكرههم، فهم مش عايزين يعلموه كل التقنيات علشان ما يكونش في خطر على حياته، لان زي ما هو واضح فكان في مقاتلين شيطانيين بيتجسسوا عليهم من شويه. فبيسالوا جانج ليه الطائفه الشيطانيه بتتجسس عليهم اصلا. بيقوم المعلم ليه معرف جانج ان التقنيات بتاعتهم قويه جدا حتى الطائفه الشيطانيه عايزه تمتلكها، بس جانج بيسالوا انهم كانوا قالوا له ان التقنيات الشيطانيه خطر على حياه البشر لانها بتدمر الجسم وممكن تؤدي للهلاك. بيقوم المعلم سونج معرف جانج ان الطائفه الشيطانيه ما عندهاش اي مشكله لو حد حصل له حاجه، وحتى لو حد حصل له حاجه بسبب التقنيات الشيطانيه فممكن يقدروا يعالجوا نفسهم بان هم يقتلوا بشر. يعني مثلا لو في مقاتل عندهم اتقطع له ايد او رجل او عيونه اتدمرت فهم ممكن يضحوا بارواح 100 شخص علشان يقدروا يعالجوا نفسهم، وعلشان كده لازم التقنيات الشيطانيه المحرمه تفضل بعيده عن الطائفه الشيطانيه. المهم بيقوم جانج وعدهم ان هو لما يتعلم التقنيات ديت هيستخدمها في الخير. وبنشوف بعد 3 ايام وهو جانج عمال بيتدرب على التقنيات الشيطانيه المحرمه وهو عمال بيتعلم احدى التقنيات الضعيفه صباعه بينفجر. فبيبص لصباعه كده وهو عمال بيقول ان علشان كده المعلمين ما كانوش عايزين يعلموه التقنيات المحرمه لان التقنيه الضعيفه ديت فجرت صباعه بس بعد 5 ثواني النظام بيرجع له صباعه زي ما كان. وهنا جانج فضل يحمد ربنا ان الجسم بتاعه ده مش طبيعي زي الناس العاديين وان النظام بيرجع له جسمه زي ما كان، فهو مش قادر يتخيل الالم اللي حس بيه المعلمين وهم بيستخدموا التقنيات ديت علشان يحموا العالم. وفي النهايه الطائفه ما قدرتش تعبهم. بس فجأة وأثناء ما كان عمال بيتدرب بيعدي المعلم سونج من جنب جانج وهو شايل دلو فيه مادة ريحتها معفنة، ولما بيسألوا جانج ايه الريحة المعفنة دي بيقوم المعلم سونج معرفه ان هم للأسف سابوا المعلم الرابع يطبخ، وتقريبا كده ان هو طبخ حاجة ما ينفعش البشر ياكلوها. بس بيقول له سيبك انت دلوقتي من طبخ المعلم الرابع، وبيسأل جانج هو عامل ايه في التدريب بتاعه. فبيبدأ جانج يعمل نفسه متواضع وبيقول للمعلم سونج انه قدر تقريبا يتقن التقنية ديت بكل صعوبة. بيقوم المعلم سونج قايل له انه ما يعملش نفسه متواضع لان التقنية ديت رغم انها
بطريقه مش قويه الا انها بتاخد وقت كتير جدا علشان حد يتقنها، لكن جانج اتقنها في 7 ايام بس. وده خلى جانج يبتسم للمعلم وبيعرفه ان هو بيحب التقنيات دي. فالمعلم بيقول له ان هو فخور بيه وعايز يختبر قوه جانج دلوقتي، علشان كده بيطلب من جانج يهجم عليه. وده خلى جانج يقول له وهو متوتر كده ان دي مش فكره كويسه دلوقتي، خصوصا بعد ما قوته زادت. بس المعلم سونج بيقول لجانج يطمن لو كان خايف يخبطه في الجدار زي المره اللي فاتت، لان ده حصل لان هو ما كانش حذر وساب دفاعه ضعيف، لكن المره ديت هيركز كويس ومش هيخلي جانج يضربه. فعلى طول وبدون اي مقدمات بيبدا جانج يقاس الضربه بتاعته. وبالنسبه للمعلم سونج فهو بيقول لجانج انه هيروح يحط الدلو ده بعيد علشان ريحته معفنه، لكن للاسف جانج ما بيخلوش يكمل كلامه لانه كان ضربه اصلا. فبيتراجع المعلم سونج بسرعه وبيرمي الدلو بعيد، ده في حين ما بيجي شخص وبيضرب الباب بتاع المستشفى علشان يفتحه. بس الشخص المنحوس ده هو تشاو اللي رجع هو مع مقاتلين اقوياء وبيقول لهم انه جاي عشان ينتقم، لكنه مش بيكمل كلامه لان الماده المعفنه بتقع على وشه، لدرجه ان المقاتلين اللي تشاو كان جايبهم بداوا يتريقوا عليه وبيقولوا له ان ريحته بقت معفنه. وده عصب تشاو جدا وبيسال جانج والمعلم سونج مين اللي اتجرأ يرمي عليه الدلو المعفن ده، بس ما بيكملش كلامه بسبب ريحه وطعم الماده المعفنه، وبيبدا يتقيأ كل الاكل اللي كله. وبعد كده بيعرفهم ان اللي رمى عليه القرف ده هيخليه يندم وهيقتله، بس بيرجع يتقيأ تاني لما بيشم ريحه الماده المعفنه. وعلشان كده بيقول للمقاتل القوي اللي جايبه معاه اللي اسمه باي بالمناسبه ان هم لازما يعاقبوا المعاقين دول. وده خلى المقاتل باي يسال المعلم سونج وجانج لو كان اللي حصل ده قاصدينه ولا بالغلط. فبيقوم جانج قايل له ان هم بالغلط قاصدينه، والهزار ده كان عصب المقاتل باي جدا. فعلشان كده بيعرف المعلم سونج ان ممنوع على مستشفى المعاقين يضم لهم اي تلاميذ، وعقابا للمعاقين فبيأمر جانج انه يروح معاه علشان يعاقب جانج في قاعه تنفيذ الاحكام. وده خلى المعلم سونج يتضايق وبيقول لباي ازاي يتجرأ ياخد تلميذه من قدامه ومن غير حتى ما يستأذن. فبيسأله المقاتل باي لو كان على استعداد انه يواجهه، وبيبدأ يتريق على المعلم سونج وهو عمال بيقول له يحاول يمنعه لو كان يقدر. وبالفعل بيقول له المعلم سونج انه هيحاول يمنعه على الاقل بكل الطاقه اللي لسه بيمتلكها. بس فجأة بيظهر مقاتل تاني في المكان وبيقول للمعلم سونج ما يحاولش يعمل اي حاجه، وده يبقى جينج المسؤول عن تنفيذ الاحكام والعواقب في الطائف. وده خلى المعلم سونج يستغرب لما بيلاقي جونج جاي هنا بنفسه. المقاتل جونج بيكمل كلامه وبيعرف المعلم سونج ان الطائفه سمحت لهم يعيشوا في المكان ده علشان تحميهم وتسيبهم في امان، فكون ان هم ياخدوا تلميذ من غير ما يستأذنوا الطائفه هم كده بيعصوا اوامر الطائفه. وبيعرف المعلم سونج كمان ان هو هيديه فرصه واحده علشان يسلم لهم جانج، بس المعلم سونج بيصرخ فيه وبيقول له ان هو بيحلم ومش هيديه التلميذ بتاعه ابدا. وده خلى المقاتل جانج يتعصب وبيعرفهم ان هو كده هيعاقبهم كلهم. فبيقرب المقاتل باي من المعلم سونج، بيعرف المعلم سونج ان هم اول ما يمسكوا جانج هيمسكوه ويبداوا يعذبوه وبعد كده هيخلصوا عليه علشان يخلوه عبره. وبيبدا بقى يتريق على المعلم سونج وهو عمال بيقول له انه شكله متضايق. فبيقول للمعلم سونج بما انه متضايق لو كان عنده الجراءه يضربه دلوقتي ويوريه عرض كتافه. وبالفعل المعلم سونج ما بيسيبوش يكمل كلام، بيوريه عرض رجليه وبيديله ضربه في بطنه او تقريبا مش في بطنه. المهم المقاتل جانج بيقول للمعلم سونج ازاي يجيله الجراءه يضرب باي. بيقوم المعلم سونج معرفه ان هو ما ضربوش بايده، هو ضربه برجله، وده معناه ان هو ما ضربوش اكلينيكيا لان هو كده يعتبر شاطه زي الكوره. وده خلى المقاتل جانج يتعصب فبيتجه ناحيه المعلم سونج علشان يخلص عليه، وهو بيقول له انه هيقتل جميع المعلمين. بس المعلم سونج بيصد الضربه بتاعته وبيعرف جانج ان هو مش خايف منه، ومن قوه الهجمه اللي هما الاثنين صدوها بيتراجع الاثنين لورا. وده خلى المقاتل جانج يقول للمعلم سونج وهو متعصب كده لو كان جانج الشخص اللي لسه متعرف عليه من كام يوم يستحق ان هو يضيع حياته علشان. فبيصرخ المعلم سونج كده وبيقول له فعلا ان جانج يستحق كل اللي بيعمله علشان. ومش بس هو ده، بيظهر بقيه المعلمين وبيعرفوه ان جانج يستحق كل حاجه. وده خلى جانج يتاثر كده وعينيه بدات تدمع عشان يعيني كده من وجهه نظره الاساتذه بتوعه بيضحوا بحياتهم علشان يحموه. فبيقول لهم المقاتل جانج انهم اكيد اتجننوا علشان يضحوا بحياتهم لمجرد شخص لسه متعرفين عليه قريب، علشان كده بيعرفهم انه هيستخدم اقوى تقنياته ويخلص على المكان ده كله بالنيابه عن الطائفه واسياد الطائفه. فهو قرر يعاقبهم كلهم اليوم، وبالفعل بيستخدم تقنيه قاعه العقاب الذهبيه. والمقاتل باي بقى بيبدا يتريق عليهم دلوقتي وهو عمال بيقول لهم ان التقنيه بتاعه السيد جينج قويه جدا وشرف ليهم انهم يموتوا تحت التقنيه بتاعته. فالمعلم ليه بيقول لباقي المعلمين ان الواضح كده المقاتل جينج كان جاي ومعاه التقنيه ديت ومجهزها. بيقوم المعلم تيام معرفه ان شكل المقاتل جينج كان جاي المكان ده وناوي على شر. بس فجاه المعلم سونج بيستخدم التقنيات المحرمه علشان يصنع له ايد مصنوعه من الطاقه، وباستخدام تقنيه ايد الطاقه بيدمر تقنيه قاعده
قاعة العقاب الذهبية بتاعة المقاتل جينج. فبينصدم باي وبيقول ازاي قدر يحطمها. ده التقنية بتاعة قاعة العقاب الذهبية دي تقنية مقدسة، يعني المفروض ما بتتدمرش، والمعلم سونج قدر يدمرها بضربة واحدة بس. وجانج بيقول هو فرحان انه علشان كده كانوا مسميين المعلم سونج صاحب الايادي الشيطانية. وجينج كان بيقول للمعلم سونج وهو متوتر انه ازاي قدر يستخدم التقنية الخطيرة ديت وجسمه ما عادش زي زمان. بس المعلم سونج بيعرفه انه يغادر المكان ده حالا وما يجبروش انه يستخدم التقنيات ديت عليه. بيقوم جينج قايل لهم وهو عمال بيزعق ان جانج ما اتقبلش بشكل رسمي في الطائفة، وان هم اللي قبلوه والطائفة ما يعرفوش اي حاجة عنه، فده معناه ان هو له الحق يطرد جانج علشان ما عداش الاختبارات بتاعة الطائفة. فبيتعصب المعلم سونج وبيقول له لو كان عنده الجرأة يطرد جانج من الطائفة دلوقتي فيحاول يطرده. فهنا تشاو بيعرف المعلمين الأربعة ما يحاولوش يحموه، وان هم حتى لو هزموهم دلوقتي فهم هيهربوا وهيرجعوا مع اسياد الطائفة، واسياد الطائفة طبعا هيخلصوا عليهم بكل سهولة. فبيقوم المعلم تيان سائل تشاو هم عايزين ايه يعني من الاخر. بيعرفهم تشاو ان الموضوع بسيط جدا، بما ان المعلمين الأربعة عايزين يحموا جانج فهو بيعرض عليهم يواجه حد من الطلاب الداخليين، يا يواجه تشاو او يواجه باي، ولو هزمهم يبقى هو يستحق يكون في الطائفة، ده طبعا حسب القوانين. بس المعلم سونج هنا بيعرفه ان ده مش عادل، لان جانج لسه منضم لهم من فترة قصيرة وما لحقوش يعلموه اي حاجة. بس تشاو ما بيهتمش بالموضوع وبيقول لهم ان هو مش مهتم لو كان الموضوع عادل ولا لا، لان هو اداهم فرصة علشان يسيبوا تلميذهم، وده بالنسبة له عادل جدا. وهنا بيتدخل المعلم تيان وبيعرفهم ان هو مش موافق على الكلام ده، لان لو هم وافقوا على الكلام ده كانهم بيرموا جانج للهلاك. وهنا بيبدا تشاو انه يغادر مكان وبيعرفهم ان هو هيرجع كمان شويه ومعاه اسياد وشيوخ الطائفه، واسياد وشيوخ الطائفه هيخلصوا عليهم كلهم وهيسيبهم يندموا بعدين كده علشان هم عملوا كل ده لمجرد طفل لسه متعرفين عليه قريب. بيوم المعلم تيان معرفه ان هم مش خايفين منهم حتى لو جالهم بالاف الجيوش، فهم عندهم استعداد يفدوا تيان وينقذوه. وهنا تشاو بيمشي وبيعرفهم ان هم كده كده كانت الطائفه بتدور على عذر علشان يدمروهم، وانتم كده هتجيبوا الهلاك لنفسكم. بس قبل ما بيغادر المكان جانج بينده عليه، فبيقوم تشاو باصص له كده وبيساله عايز منه ايه. بيعرفوا جانج ان هو موافق على التحدي بتاعه، بس المعلم تيان بينصحه انه ما يقبلش التحدي ده. بيقوم جانج معرفه ان هو ده الحل الوحيد علشان ما يحصل لهمش حاجه، وكمان هو عايز يثبت للطائفه ديت ان هو قوي ويكون تلميذ بشكل رسمي زي ما هم عايزين. بيقوم تشام معرفه ان هو بيحلم وبعد كده هيخلص على المعلمين بتوعه. وهنا باي كان هيروح علشان يواجه جانج، بس تشاو بيعرفه ان هو اللي عايز يواجه جانج وعايز ينتقم من جانج من اخر مره، لانه كان هيدمر له حياته ويخليه ما يخلفش مره تانية. وبدون اي مقدمات بيوجه الضربه بتاعته ناحيه جانج. بيحاول جانج ان هو يصد الضربه ديت بس في النهايه برضه بيلزق في الارض، وتشاو بيجهز له ضربه تانية عشان يوجهها له. وهنا جانج كان بيحاول يمسك اشياء تشاو السفليه، لكن تشاو بيتفاداها وبيعرف جانج ان مش كل مره هتنفع الحيله دي ضده، بس جانج بيستخدم تقنيه الايد السريعه وبيقدر ان هو يمسك اشياء تشاو السفليه. وهنا تشاو بيعرفه ان هو كان بيهزر معاه وبيطلب منه بكل احترام انه يسيبهم لانه عايز يخلف، بس جانج ما بيهتمش وبيفرقعهم. فبيقعد تشاو على الارض وبيعرفهم ان هو خلاص كده ما عادش هيخلف. وده خلى المعلم تيان يسال المعلم سونج امتى جانج اتعلم المهاره بتاعته تقنيه الايد السريعه. بيعرفوا المعلم سونج انه مش عارف لان هو ورى المهاره ديت لجانج مره واحده بس، لكن رغم ان جانج شافها مره واحده قدر يتعلمها، وده معناه ان جانج بيتعلم المهارات المحرمه بسرعه. المهم المقاتل جانج بيبعت باي علشان هو اللي يخلص على جانج، وبيأمر المقاتل جانج يستخدم اي حاجه علشان يخلص عليه. فبيتجه بسرعه المقاتل باي ناحيه جانج علشان يخلص عليه، وجانج بيستعمل تقنيه الايد السريعه بتاعه المعلم سونج علشان يحاول يمسك اشياء باي السفليه، وبالفعل بيقدر يمسك اشياء باي السفليه، لكنه لما بيحسس عليها بيلاقي ان هو مش قادر يكسرها. وباي بيعرفه ان هو يقدر يفضل يمسكهم براحته لانه مش هيقدر يكسرهم علشان دول ما بيتكسروش. واضح كده ان بطل القصه بيحب يمسك بيحب يكسر اشياء الناس. المهم في اثناء ما كان جانج بيحاول يكسر اشياء السفليه بيوجه له باي ضربه قويه جدا على وشه، ومن قوه الضربه ديت بتطيره بعيد، وده خلى المعلمين مصدومين لان جانج ما قدرش يكسر اشياء باي السفليه. والمقاتل جانج كان عمال بيولع فيها وبيقول لباي يخلص على جانج من غير رحمه. المهم جانج بيرجع يقف علشان يواجه باي، بس باي ما بيديلوش فرصه وبيتجه ناحيته بسرعه علشان يخلص عليه. وباي بعد كده بيقول لجانج ان هو خلص على جانج، بس جانج بينصدم اول ما بياخد باله ان جانج ما ماتش، فعلشان كده بيزيد قوته وبيتجه تاني ناحيه جانج علشان يخلص عليه. والمعلم سونج كان اتعصب وبيعرفهم ان هم خلاص مش هيقبلوا التحدي ده، فبيقول للمقاتل جانج انت مفكرها لعبه اطفال تقبل وترفض براحتك، وبيقول له يخليه راجل ويتفرج لحد النهايه. المهم باي كان وجه الضربه ديت ناحيه جانج وبيخلص عليه، ولما بيلاقي ان جانج واقع على الارض ما بيتحركش بيعتقد ان جانج مات، بس جانج بيقول له في احلامك وبيرجع يقف تاني. وده خلى باي متوتر وبيسال جانج هو لسه ازاي عايش، فبيقول له جانج يوريه قوته ويضربه ضربه اقوى من كده. وبالفعل باي بيتجه ناحيته وهو مجهز اقوى ضربه عنده، لكن جانج بياخد باله ان قوته زادت برضه بشكل غريب وبدات الهاله الذهبيه بتاعته تزيد، فقدر ان هو المره دي يصد ضربه باي. وبيعرف باي ان ده دوره علشان يضربه دلوقتي، وبالفعل بيوجه ضربه قويه جدا لباي بتطيره بعيد. وده خلى المقاتل جانج مصدوم لما بيشوف الهاله والقوه بتاعه جانج، ومستغرب ان مستشفى المعاقين الاربعه قدروا ان هم يحصلوا على تلميذ بالذكاء
المهارات دي، والمعلم تيان بيقول ان هو ما كانش متوقع ان جانج قوي وغريب للدرجه دي. بعد كده بينده المقاتل جينج على باي وبيأمره ان هو يستخدم اي حاجه علشان يقتل جانج، فبيقرر المقاتل باي يستخدم تقنيته القصوى، وبيعرف جانج ان هو ليه الشرف يموت على ايد التقنيه القصوى بتاعته لانه اجبره بجد يستخدم تقنياته الكامله. وفجاه بيظهر قدام جانج علشان يوجه له هجمه قويه جدا. من قوه الضربه ديت بتفكر المكان وجانج بيطير بعيد. بعد كده بيقرب باي من جانج وبيقول له ان هو شكله هيموت بجد دلوقتي. وهنا المقاتل جينج بيعرفهم ان باي فضل لمده 30 سنه يتدرب وما فكرش ان هو يلمس بنت علشان يحافظ على نقائه ويركز في التدريب. فهنا جانج بيطلب من المعلم سونج يساعده علشان يجيبوا شويه ميه من البحيره الشيطانيه اللي في الحديقه. بيسالوا المعلم سونج هيعمل ايه بالميه دي. بيقوم جانج باصص له كده ومعرفه ان هو هيشربها، وده خلى المعلم سونج يستغرب من الكلام ده. بس فجاه بيظهر باي وبيوجه ضربه قويه جدا ناحيه جانج. فبيرجع جانج يطلب من المعلم سونج انه يساعده بسرعه ويروح يجيب شويه ميه من البحيره الشيطانيه. في النهايه بيقتنع المعلم سونج وبيقرر ان هو يثق في جانج، يروح يجيب شويه ميه من البحيره الشيطانيه. وبعد شويه بيرجع المعلم سونج وهو معاه دلو مليان ميه من البحيره الشيطانيه. ده في حين طبعا مكان باي عمال بيعجن في جانج وبيعمل معاه الجلاش، وبيوجه له ضربه قويه جدا لدرجه ان جانج بيطير نحو المعلم سونج وبيقع قدامه. المعلم سونج بيعرف جانج انه ما يشربش الميه لانه لو شرب الميه هيموت، وهم على استعداد يحموه حتى لو كانوا هيموتوا. بس هنا جانج بيطمنه ان هو مش هيموت مهما حصل، هو بس هيفضل يحس بالالم، وعلى طول بيبدا يشرب في الميه الشيطانيه.